ارحب بضيوفي الدكتور محمد عبد العاطي، الدكتور مدحت عبد الهادي، والدكتورة هالة منصور الى جانبي. ولكن قبل ان نستمع الى ارائكم النهائية والمواجهة في الاسئلة بينكم وبين الضيوف، اود ان اعرفكم على ضيف بين الجمهور اسمه حنفي عبد الهادي، ولكن هو مشهور بحنفي القطر. مساء الخير. مساء الخير. تفضل استريح. ليش لقبك حنفي القطر؟ عشان سريع. سريع بشو؟ سريع يعني سريع المشي وسريع يعني بحط حاجه في دماغي بنفذها. كم مرة متجوز؟ 15. كمان سريع. نعم؟ كمان سريع. الحمد لله. طيب خلينا نشوف هذا التعريف. سموني القطر عشان الراجل بتاع النسوان، بحب النسوان. كان قاعد عندنا في باب الشعريه، اتجوز 3 وطلقوا. هو بيحب يتجوز نوبه واثنين وثلاثه. الست اللي تعجبني بتجوزها. ضيع فلوسه كلها عن النسوان، ان في جيبه كله بيطلعوا عشان. نصحناه كتير ولا حد بيديني حاجه. هو حنفي كان في طبيعته يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق. والله اما حنفي يخلف وما يعرفش عياله، اهم حاجه نفسه. يعني انا بخلي اتجوزه مثلا طيب وحنين ويعني مش بتاع مشاكل ومحترم. لو فكر يحب عليها ولا يفكر مثلا يعلق واحده او يفكر مثلا يمشي مع واحده تانية ممكن اقتلها واتحبس فيها. كم ولد عندك عم حنفي؟ عندي 6. 6 من كم زوجة؟ من 3. من 3. ودلوقتي على ذمتك كم واحدة؟ واحدة بس؟ ليه؟ الحمد لله مريحاني. انه ليه ناشفة معاك الايام دي كده؟ لا مش ناشفة ولا حاجة، هي مريحاني، شايفة طلباتي. يعني عم بنلاحظ دائما التركيز على موضوع الطلبات. تنفذ الاوامر. شغالة يعني شغالة. كان اسهل. يعني ده المطلوب. يعني مش يعني شافت طلباتي، ريحتني، خدمتني، جهزت لي كل حاجة، يعني هي كويسة. هو السيد بس وخلاص. بس السيد هو عليه يعني يأمر ويطاع، انما سلبياته هو مش مشكلة، لازم هي تبقى كلها ايجابيات 100%. هو بقى كطاووس ينبغي ان تلبي طلباته والا تطلق، فسيف الطلاق موجود. كل جوازاتك رسمية ولا في عرفي؟ لا الحمد لله. الحمد لله. عرفي كلهم؟ لا رسمي. عرفي. كم عيل عندك؟ قلنا 6. كلهم تعرفهم؟ طبعا، ده انا جد الجد. عم بيقولوا لي الشباب انه في عيال انت ما بتعرفهمش. عيال انا؟ ازاي؟ صحابك اللي قالوا. صحابي؟ هم كل يوم عيالي قدام مني. لا، انه انت عندك عيال من زيجات ما تعرفش عيالك، انه ما تعرفش انه عندك عيال. الله اعلم. ما حاولتش تتصل باللي كنت متزوجهم وتسالهم اذا كان في عيال ولا لا؟ لا، ما هم اللي بيفتروا، اتصل بيهم اقول لهم ايه؟ لا، اسال على عيالك لحمك ودمك. فين هم؟ وانا مش عرفني فين هم، تسالني ليه؟ انا متجوز ولا انت؟ ما انا عندي 6 يعني موجودين عندي. يعني معايا ليلى قد كده من الاخرانيه اللي هي بتتكلم دلوقتي، وهي دي الوحيده اللي ريحتني صراحه. شايفه طلباتي واخش الاقي الاكل، وساعه ما اكل الاقي الميه جنبي. التركيز على ايه؟ كله الطلبات. كل التركيز على الطلبات. وهم كانه الستات دول ما لهمش طلبات برضه. يا دكتور النهارده اللي ما فيش زي زمان، اللي يشمك والبرقه ما فيش حاجات من دي النهارده. ما فيش كلام من. ايه رايك دكتور باللي شفته كله على بعضه؟ اولا انا بساله سؤال قبل ما اقول رايي في كل اللي شفته ده. يعني انت اتجوزت 15 وخلفت 6. ايوه. ايه الفرق بين ال15؟ يعني قول لي ايه الفوارق بينهم، تعرف تقول لي الفوارق بينهم ايه؟ الفرق منهم الراحه النفسيه. راحه نفسيه؟ يعني ما لقيتش راحتك النفسيه في الاولى ولا في الثانيه ولا في ال15؟ لا كلهم وحشين، ما فيش الا هي دي بصراحه. وانت الحلو الوحيد؟ طبعا. يعني انت الحلو وهم الوحشين؟ ما انا لا مؤاخذه مش معيزه حاجه، وساتر بيتي وبيتي فيه كل حاجه الحمد لله. هم اللي بيفتروا. انا ما بفتريش على حد. يعني ما سالتش نفسك ليه هم بيفتروا؟ يعني ولا افترض ان هم بيفتروا، انت هم بيتندموا لغايه دلوقتي. لا عمرك ما قعدت كده مع نفسك وقلت طب ليه ده بيحصل؟ ليه بيحصل؟ هم اللي بتندموا، انا ما بتندمش على حاجه. هي الخسرانه، انا مش خسران حاجه. هم بيجوزوهم لكم غصب عنهم ولا انتوا اللي بتختاروهم؟ لا هم اللي بيختاروني.
هم اللي بيختاروك. ليه؟ لان كل ست تحب الراجل الحنين. انت حنين؟ طبعا. وانت بقى بتشع حنيه يعني. طبعا قطري وحنين. طبعا. قد ايه الفرق بينك وبينهم بالسن؟ لا لان اللي معايا ديت عندها 34 سنه. وانت عندك قد ايه؟ عندي 75 بس؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه. ربنا يزيدك، يعني في 41 سنه 41 نفس النموذج الثاني برضه 41 سنه. بالنسبه لل 300 كنا بنتكلم بالبريك، قالوا لي حسينا انه وكانه عندك مشكله جنسيه، يعني انه انت اتجوزت 300 مره علشان تخفي مشكله موجوده عندك في حته معينه قدام الناس، قدام يعني الراي العام. لو في واحد عنده مشكله جنسيه هيروح يتجوز؟ لا، في ضعيف جنسيا ويروح يتجوز يستر نفسه يعني، بس مش دي قصتنا برضه، مش دي قصتي. انا ما بتهمكش، مش من النوع اللي بوجه اتهامات لحد، ان هي دلائل وقرائن. لكن انا عندي احصائيه بتقول او دراسه او مجموعه دراسات بتقول ان تعدد الزواج اساسه شبق جنسي او شهوه جنسيه. حضراتكم كلكم نفيتم هذا الموضوع، وده برضه شيء غريب، حط عليها خطين. حاجه الثانيه، السبب الثاني في الترتيب اللي هو فكره الايه النرجسيه، اللي هو التمتع بوجود امراه جميله جنبه، وما شفتش حد بيتكلم على الجمال، كله بيتكلم على الاخلاق وعلى ايه؟ لا كله بيتكلم على الخدمات. كله ركز على الخدمات. يعني انا شايف الوحيد اللي اتكلم عن الحب يمكن وعن العلاقه مع عزة، يعني عزة هي لانه عدم ارتباطه فيها بس ما جابهاش من ناحيه الجمال برضه يا طوني، يعني بتكلم النرجسيه هي فكره انه عايز يرتبط بورده. كلهم ما حدش ريحني يعني. يعني انا لما بشوف عندي في العياده ناس بتيجي بيقول لك انا بتجوز واحده عشان تنسب الي، فلانه مرات فلان، بنقي المراه الجميله واربطها باسمي، باخد هذا الفخر يعني. لكن ده ما سمعتوش، يعني انتوا النهارده بتكسروا القاعده تحت بند ان انا بدور على شيء معين. السؤال بقى يمكن الدكتوره سالته سؤال صريح، ايه المانع ان المقدم على الزواج ده يتحرى الدقه ويسال ويقعد ويسال ويطمن ويفهمها عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وبعدين بعد كده يمد فتره الخطوبه. احنا بنعلم ولادنا، سيبك خلاص انتوا جيل يعني ايه او احنا معاكم يعني، خلينا نشوف الجاي. يعني احنا بالظبط كده. تعالى بقى خلاص البنزين. هو بيقول بقى ان احنا خلاص كده مع الاموات يعني. لا يعني خلينا نبص يعني نظره مستقبليه لاولادنا اللي جايين يعني، عشان نعلمهم ازاي يتجوزوا صح. دعونا يعني ناخد فاصل صغير، بعد الفاصل نشوف راي المأذون. المأذون جمال النجدي، وهو مأذون شرعي. هما بيزوجوا الناس كده كذا مره وبيطلقوهم كذا مره بناء على اي شروط وبناء على ايه؟ بعد الفاصل.